واش عمرك شفتي بريوش بهذا الجمال؟ النتيجة غادي تبهرك من أول تجربة. وقبل ما نبداو صليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. دائما كأس ديال الحليب دافي، كنضيف ليه 2 معالق كبار ديال السكر الأسمر، ممكن تعويضو بالسكر الأبيض عادي جدا. غادي نضيف طريقة ديال الملح كيف شفتو معايا، فاني، بيضة كاملة، ما غاديش نهز الصفر، غادي نعطيكم واحد المكون رائع جدا باش غادي تدهنوا. عندي خميرة الخبز. غادي نحرك المكونات مزيان مع بعض حتى كينسجموا تماما. هنا ممكن تضيفوا 2 معالق او 3 ديال الزيت، اللي بغى. اللي ما بغاش فانا كنضيف الزبده في الاخير بطبيعه الحال، والنتيجه كتجي رائعه جدا. كيف قلت لكم كنحركوا المكونات مزيان مع بعض حتى كينسجموا تماما، وكيولي خليط اللي كيف ما كتشوفوا معايا في هذا القوام. غادي نبقى نضيف ليه الدقيق بالتدريج. كيف قلت لكم ممكن تضيفوا 2-3 المعالق ديال الزيت، ما تفوتوهمش. غادي نخلط بالدقيق، نبقى كنوضع الدقيق بالتدريج حتى كنجمع العجينه. غادي تشوفوا معايا العجينه كيفاش كتكون، فهي عجينه خفيفه ما ثقيلاش بزاف، وفي نفس الوقت كتلتصق لكم باليدين باش كتعطيكم بريوش اللي مهوي من الداخل وما مدقصش. تبعوني ان شاء الله غادي تنجح معكم الوصفه من اول تجربه، وعد صادق مني. من بعد انا جربت المقطع هنا، كنبقى كنضيف الدقيق بالتدريج. غادي نحصل على واحد القوام اللي ممكن نجمعه بيديا. غادي نوضعوه على سطح العمل وتبعوا معايا مراحل الفيديو. هنا كنوضع القليل من الدقيق على سطح العمل، وغادي نفرغ هذاك العجين من هذاك الاناء فاش خوضته، وغادي نضيف ليه معلقه كبيره ديال الزبده بحراره المطبخ كيف شفتوا معايا، معلقه حتى معلقه ونص. غادي ندخل هذيك الزبده مزيان في هذاك العجين. شوفوا معايا، فهي كتلتصق لكم باليد، ولكن راه كتجي عجينه رائعه 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 جدا. غيتبعوا معايا العجين، واكيد اكيد المراحل نتاعو غادي تجيكم عجينه رائعه مهويه اللي ما غاديش تحشمكم ان شاء الله. كنستمر على نفس الطريقه. الا شفتوها جاريه بزاف كتضيفوا ليها شويه ديال الدقيق. غادي نجمع المكان نتاع الاشتغال نتاعي. غادي نضيف شويه ديال الزيت، وهي اللي غادي نقدر انني نجمع بها العجينه كيف شفتوا معايا. فبمجرد ما كتوضعوا ليها القليل من الزيت فهي كتجمع، ولو انها كتلتصق لكم باليدين. غادي نغطيها بلاستيك غذائي، وغادي نحتفظ بها جانبا حتى كي تضاعف الحجم نتاعها. وشوفوا معايا بقيه المراحل. وهنا كيف شفتوا معايا من بعد ما تضاعف الحجم نتاع العجين نتاعي كنفرغ منه الهواء الموجود فيه، وغادي نوضعو على سطح العمل مدهون بالقليل من الزيت. غادي نقطعو كويرات كيف ما كتشوفوا معايا متساويين. ضروري ما كتوضعوا كويرات في نفس الحجم، اللي عنده الميزان يكون افضل بكثير. فالناس اللي كتشتغل على لي كوموند فهاد البريوش رائع جدا، كيخرج كميه كبيره والنتيجه نتاعو رائعه. فقط تبعوا معايا المراحل وان شاء الله غتنجح معكم الوصفه من اول مره، وغادي تولي معتمده عندكم. بريوش اللي هائل جدا، فيه واحد المذاق رائع. انا ما كثرتش في العجين السكر لانني كنوضع فيه الكريمه اللي كتكون حلوه، فهذا تناسق بين الاذواق نتاع الكريمه والعجين كيعطي واحد المذاق رائع. شوفوا معايا ما شاء الله العجينه كيفاش دايره مهويه رائعه جدا. ضروري ما كتسقلوها مزيان بيديكم بهذا الشكل. كتجيبوا ورق الزبده اللي غادي تدخلوه الفرن مباشره، كتوضعوا عليه الكويرات كيف شفتوا معايا، كتبقاو كتستفوهم مبعدين باش ما يتلصقوش لكم ويجي المنظر نتاعهم ما زوينش. كتستمروا على نفس الطريقه حتى كتساليو الكميه اللي عندكم كاملها بنفس الطريقه. ضروري ما كتسقلوهم مزيان باليد بهذا الشكل. من بعد ما كيرتاحوا الكويرات نتاعي كنجيب هذا الاناء دائما كنشتغل به،
كنحاول انني نعرض هذاك الثقب في الوسط نديرو اكبر من هذاك الاناء. كيف شفتوا معايا ضروري كتوضعوا لي قليل من الزيت باش ما كيلصقش لكم في العجين. كتستمروا على نفس الطريقه، كتكونوا واحد الثقب فيها اللي ما تخليوش العجينه كبيره بزاف. كيف شفتوا معايا ضروري ما كتخدموا يديكم في هذه المرحله باش كتخرج النتيجه افضل بكثير. وضروري ما كتخليوهم يرتاحوا، باش ما ارتاحوا كيعطيوكم هذيك الامكانيه باش انكم توضعوا هذاك الثقب اكبر من هذاك الاناء. من بعد غادي نجيب الكريم باتيسير، وكنظن ان كلكم كتعرفوا تحضروا كريم باتيسير. غادي نوضعه في البوش. اللي ما عرفش انا غادي نحط لكم رابط الوصفه في صندوق الوصف، ممكن تلقاو فيها كيفيه صنع هذا الكريم باتيسير. هنا كيف وعدتكم الناس اللي ما كيحملوش يدهنوا بالبيض، عندي مكون خطير جدا. هنا نيدو مع القليل من الحليب، نيدو والحليب فكيعطيكم نفس النتيجه نتاع صفار البيض. الناس اللي ما كتحملش تدهن بالبيض او عندها حساسيه ديال البيض، فهذه احسن حاجه ممكن تدهنوا بها. حليب مجفف يكون ثقيل، ما تديروش جاري، مع القليل من الماء. الحليب المجفف والماء ويكون ثقيل كيف شفتوا بحال شكل الكريمه. الا دهنتوا به فهو كيعطيكم نفس النتيجه. غادي تشوفوا معايا من بعد ما شاء الله كيفاش كيتحمروا لي بغيوش وكيجيو كانكم دهنتوهم بالبيض. والناس اللي وعدتهم في فيديو اللي قبل من هذا، هذه هي هذا هو السر باش ندهنوا الناس اللي ما كيحملوش البيض. كنوضع الكريم باتيسير في هذاك الثقب، والتزيين هنا كان بحبيبات نتاع السكر. هنا تزيين بحبيبات السكر. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش جا الشكل نتاعهم قبل ما يطيبوا، رائعين جدا، رائعين وكيشهيو. وملي طابوا كيف قلت لكم دائما كنسخنوا الفرن وكنشعلوا عليه من الاعلى ومن الاسفل. شوفوا معايا ما شاء الله الروعه الروعه. شوفوا هذاك الحليب المجفف، هذا اللون اللي عطى لهاد البريوش. ممكن ملي تخرجوهم من الفران دهنوهم بالقليل من الناباج حتى هو كيعطيهم منظر رائع جدا. غادي نفتح معكم وحده من الوسط باش تشوفوا معايا للامانه كيفاش كيجيو هاد البريوش. كنتمنى انكم تجربوهم بنفس الطريقه، غادي تحمقوا عليهم، غادي يحمقوا عليهم الاطفال ديالكم. هذوك الحبيبات نتاع السكر كيتبعوا هكذاك للتزيين فكيجيو رائعين جدا. العجينه فهي ما كتجيش حلوه بزاف. شوفوا معايا من الداخل ما شاء الله كيفاش دايرين البريوش مهويين ولدادين بهذيك الكريمه، كيجيو رائعين بحال كتاكلي السفنج، ولكن بطعم جميل جدا. حتى لهنا كنكون نهيت الفيديو ديال اليوم. شكرا لكم على حسن المشاهده، شكرا على تعليقاتكم، شكرا على الحب ديالكم. كنضرب لكم موعد ان شاء الله مع وصفه اخرى من الوصفات الناجحه في قناتي وقناتكم. انتظروني، مع السلامه.